ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الحواوشي بالطريقه الجميله دي. هوريكم انا بعمله ازاي. بجد بعمله احلى من بتاع الكبابجي بكتير. لو اول مره تشوفونا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اي اشاره لما انزل اي فيديو جديد، ودعمونا بلايك واكتبولي تعليق جميل كده عرفوني انتوا منين. يلا بينا نبتدي الفيديو. معايا اللحمه المفرومه بتاعتنا او لحمه الحواوشي على حسب المتوفر عندك، ومعانا ميه بصل، ميه البصل، ومعانا بشر بصلايه وبشر فلفل رومي وبشر طماطمايه، ومعايا صلصه طماطم. انت لو ما عندكيش صلصه طماطم، لو عندك بطرمانات ممكن كفايه تقضي برضو. لو ما عندكيش صلصه طماطم عاديه، يعني الطماطم تبقي ضربها في الخلاط وخدي منها شويه. خدت منها بالظبط حوالي 3 معالق. والتوابل بتاعتنا معايا نص معلقه صغيره بهارات، ومعايا نص معلقه صغيره بهارات لحمه، ونص معلقه صغيره جوز الطيب، ونص معلقه صغيره ملح. احنا عشان نص كيلو لحمه فحطينا نص معلقه صغيره ملح، انت برضه هتدوقي وتشوفي. ومعايا فلفل اسود نص معلقه صغيره، ونص معلقه صغيره حبهان ورق لورا او الهيل، ومعايا نص معلقه صغيره بصل بودره وتوم بودره، ونص معلقه صغيره بابريكا، ونص معلقه صغيره كاري. وخلطة حواوشي بيبقى فيه بهارات كده عند العطار، بتبقى بهارات حواوشي. ومعايا نص معلقه صغيره قرفه. انا بكتب كل المقادير ديت، بكتبها ساعات تحت في صندوق الوصف. لو كتبتهاش في صندوق الوصف بتبقى موجوده في نهايه الفيديو. ومعايا فراخ دي كانت عندي في التلاجة، هعمل برضو بيها حواوشي بيبقى طعمها حكايه. يلا بينا نبتدي. نحط بقى اللحمه بتاعتنا، نحط بشر الطماطم وبشر البصل وبشر الفلفل الرومي، وهننزل بقى الفلفل الاسود والحبهان اللي هو الهيل بتاعنا، والبصل البودرة والثوم البودرة، والبهارات السبعة، وبهارات اللحمة، وبهارات الحواوشي. كل المقادير دي كلها انا بكتبها في نهاية الفيديو او تحت في صندوق الوصف او في التعليقات. هننزل بالصلصة بتاعتنا، هننزل بيها كلها. ننزل بكام معلقة كده، 3 معالق، وهنسيب ايه معلقة كده. جربي بجد الوصفة دي بتبقى تحفة قوي، تحس اللي هو عامل زي الحوش بتاع بره بالظبط. وهوريكي برضو ازاي تعمليه، تدخليه الفرن ولا نعمله على النار. دلوقتي برضو هقولك تعمليه ازاي عشان يطلع اجمل من بتاع بره كمان. بصي اول ما تبقى بالقوام ده كده نسيبها في الفريزر حوالي ربع ساعة بالظبط، فريزر او تلاجة. منسناش الفراخ بتاعتنا ولا حاجة، هنحطها برضو في طبق كده. هناخد حتة لحمة صغيرة، انا عشان الفراخ ديت كنت عاملاها زي شاورما كده، وكنت متبلاها كويس قوي، فمش محتاجة تتبيلة. وخدنا حتة لحمة صغيرة بالشكل ده حطيناها، عشان اللحمة زي ما قلنا اللي احنا لسه متبلينها ولسه عاملينها. هنسيب برضو الفراخ في الفريزر ربع ساعة بالظبط. بصي اول ما تبقى بالشكل ده كده نسيبها بقى في الفريزر ربع ساعة، واقول لك انا من الباقي. بعد ما قعدت بالظبط ربع ساعة هي والفراخ بتاعتنا، جاهزين بقى ايه عشان تبقى زي بتاعه المطاعم بالظبط واحلى كمان. معانا ايه؟ معانا معلقه بيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر،
او معلقه نشا على حسب اللي عندك. انا معلقه بيكنج باودر، نحطها بقى ايه نص هنا، معلقه كبيره، هنحط النص التاني هناك. اقلب بقى كويس قوي كده. وهنقلب دي كمان. بصي ايوه بالشكل ده كده. دلوقتي هنفتح العيش بتاعنا اهو. انا قلت للفران هو بيعمله، قلت له عايزاه نص سوا عشان عايزاه الحوش. انت لما تروحي لاي فران بيعمل العيش او كده قولي له عايزاه نص سوا، يبقى ابيض كده، فاهمه ازاي؟ دلوقتي هنفتحه مع بعض. بص الحته دي كده نعمل كده عشان نفتحه فتحه كبيره. بصي ايوه من غير ما نقطع بمقص ولا اي حاجه. بسم الله. اهم حاجه يكون العيش بتاعك متفتح بالشكل ده كده. انت لما تقولي للفران هعمل بيه حواوشي، هو بقى ايه بينقلك العيش المتفتح، في نفس الوقت بيديكي العيش اللي نص سوا مش سوا كامل. بصي ايوه بالشكل ده كده. افتح بقى الكميه بتاعتي كلها. دلوقتي فتحت الكميه بتاعتي كلها بالشكل ده كده اهي. فتحت كل الكميه بتاعتي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اللهم بارك 10 ترغيفة. احنا علشان عاملين برضو معاه فراخ، فاهمة ازاي؟ ودلوقتي معانا الزيت بتاعنا. انا معايا حوالي 4 معالق كبار، ومعايا العصير قلنا اسمه ايه، اللهم صل على النبي، اللي هو المية بتاعت بشر البصل. افتكرت. الصلصة بتاعتنا اللي احنا قلنا اللي احنا عملناها بالطماطم، عصير الطماطم. دلوقتي بقى هنحطهم كلهم على بعض. نحط بقى ايه، هنحط دلوقتي العصير بتاع البصل بالشكل ده كده، وهنحط شوية زيت يعني معلقة كبيرة بالظبط كده. دي انا حاطه فيها شويه فلفل اسود وحاطه فيها ملح. ننزل بالشكل ده كده. انا كل المكونات ديت انا بكتبها لا تحت في التعليقات، لا في صندوق الوصف، لا في اخر الفيديو. ما كتبتهاش في كل ده، ببقى كاتباها في اخر الفيديو. دلوقتي بقى هنجيب العيش بتاعنا. دلوقتي بقى انا هستخدم ايدي، انت لو عايزه تستخدمي فرشه استخدمي، كان انا هستخدم ايدي احسن عشان الايد بتوصل كل حاجه، يعني بتوصل اكتر، لكن الفرشه مش بتوصل زي الايد. انت لو بتقرفي استخدمي فرشه. احنا طبعا غاسلين ايدينا كويس قوي. هنعمل كده بالشكل ده كده، خليها من جوه كده ومن بره. نعمل بقى الكميه بتاعتنا كلها كده بالشكل ده. جربي بجد الوصفه ديت، بتطلع تحفه معايا قوي كل مره.
بعمله بيطلع احلى يعني احلى من الخيال واحلى من الروعه. بيبقى وهم من كتر ما هو جميل. جربيها وان شاء الله هتدعيلي. بالشكل ده كده. بصي بالشكل ده كده اهو. نعمل كده اهو. بصي خلص بقى الكميه بتاعتي ونرجع تاني. دلوقتي خلصت الكميه بتاعتي ونجيب اللحمه بتاعتنا كده. عملت كله ال10 ترغيفه بتوعنا، اللهم بارك. ناخد بقى كرة لحمه كده، نحط بقى واحده واحده. بصي الشكل الجميل ده كده. بصي مليان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهو. في حته صغننه نملاها، واول ما تحطي اقعدي فردي بايدك كده. نعمل بقى بالشكل ده كده. احنا طبعا بعد ما عملنا الطماطم وعملنا كل شويه بنساه وميه البصل والزيت، غسلنا ايدينا كويس قوي. بصي بالشكل ده كده اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. الريحه مش قادره اوصفلك، من قبل ما اعمله الريحه بتاعته تحفه. اللهم بارك جميل قوي 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 قوي. طول ما انت واقفه كده اذكري الله، قولي اللهم صل على النبي اللهم بارك، عشان الاكل يطلع معاكي احلى واحلى. بصي اهو. دلوقتي احنا عملنا 3. خلاص بقى الكمية بتاعتي كلها ونرجع تاني. دلوقتي انا عملت 6. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. معلش الفلاش بتاع التليفون بس فصل علشان البطارية قربت تفصل معلش. دلوقتي احنا عملنا 6، هنكمل بقى مع بعض. عمال ما اجيب الشاحن بس هفصل ثانية. عملنا الكمية بسم الله ما شاء الله اهي. عملت 6 بالظبط من اللحمة. دلوقتي بقى هنركنهم على جنب. حطينا الفراخ بتاعتنا اهي، حطيتها على حتة لحمة بقت مني. كمل بقى ال4 ترغيفة. كملهم بقى كده. لا ده لا معلش. ايوه دول اللي احنا عملناهم اهو. احنا عملناهم مع بعض. دلوقتي بقى هنحط كده اهو. تطلع حلوه قوي. انا جربت فكره الحواوشي باللحمه ده، بالفراخ قصدي، سوري. طلع جميل قوي قوي قوي. جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. واحنا كان عندنا بواقي في التلاجة مش هنرميها طبعا نعمل بيها حاجه جديده تنفع للغدا، تنفع للعشاء، الاولاد هيحبوها جدا. بصي
اهي بالشكل ده كده، حته صغننه في الجنب كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. نعمل بقى التانية، بس نعمل كرة كده بايدينا من كتر ما هو طري بيلزقوا في بعض. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. خلص بقى كميتي كلها، نرجع نقول هنحطه بقى في ايه ولا هنعمله ازاي. ومعانا الشبكة بتاعت التوستر او الميكروويف بتاعك او الفرن بتاعك، الشبكة كده اهو بالشكل ده كده. هندهنها دلوقتي زيت مع بعض. انا بحب اتعامل بايدي، ما بحبش الفرشة. انتي بقى عندك فرشة كده بتعملي، لكن انا مش بحب الفرشة بصراحة، مش بحسها بتوصل كل حاجة زي ما انا عايز. بصي كده اهو، نحطه بقى بالشكل ده كده. ندهنه دهنة بسيطة كده بايدينا او بالفرشة بتاعتك. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يا رب زيد وبارك، اللهم بارك. ده ياخد بقى الصاج ده بتاعنا دوت، اللي هي بنساها كل شوية. دلوقتي 5 بتوعنا هنحطهم هنا و5 هنحطهم من تحت. دي الشبكة بتاعتنا، هنحطها دلوقتي على نار عالية من فوق من تحت. هنشغل الشعلة وهنشغل الشواية على نار عالية، يعني مثلا اعلى درجة عندك 200 280 180، الاعلى درجة عندك حطي عليه. وبنقعد نقلبه برضو مع بعض، واول ما تلاقيه احمر من تحت تقلبيه، احمر من فوق تسيبيه بقى ونشوفه. دلوقتي هنشوف هنعمله ازاي. دلوقتي وصلنا لاخر الفيديو مع العظمه والجمال بتاعنا ده كله. بجد ريحه تحفه والطعم في حته تانية خالص. انا حطيته مفيش 5 دقايق بالظبط، مفيش 10 دقايق بالظبط، وشلته. بص العظمه وبص الجمال، جميل خالص خالص خالص. بص الجمال كله، ولا الفراخ واللحمه بجد تحفه. وبألف هنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.